فيديو النهارده يا جماعه هشارككم حوادث حصلت لي في طفولتي، وحصلت معايا حاجات غريبه جدا عشوائيه جدا. حبيت النهارده اشارككم جزء من طفولتي. طبعا مش انا متاكده انه مش هيتفرج على الفيديو ده غير ومهتم ان هو يعرف ادق التفاصيل، فاكيد اللي بيتفرج عليا في الفيديو ده هيكون شخص حقيقه مخلص لليوتيوبر اللي هي انا او لشخصي. اول حاجه يا جماعه، في يوم عادي جدا تمام عند تيتا وكده وانا صغيره، عملت اندومي وعادي وفاتحه التلفزيون وقاعده باكل الاندومي، واذ فجاه يا جماعه ايه اللي حصل؟ الاندومي كنت حاطاه على حجري كده تمام، فاهمين؟ فالاندومي يا جماعه كنت عاملاه بشطه وكان سخن لسه عاملاه الكب، وطلعت اجري على الحمام وقتها انا فاكره، بس كنت عماله اعيط وفي صدمه كده ومش عارفه اعمل ايه، وكان حرق وحش قوي تمام. ودخلت الحمام يا جماعه، فضلت 3 4 ساعات، متخيلين عن هما يجيبوا لي ميه ساقعه وانا اكب على نفسي عشان احاول اخفف حده الحرق. الحرق كان بيوجعني جامد جامد يعني. بعد كده بقى حطيت كيناكومب وحاولت اهدى لان مخلصناش في الحوادث الوحشه. ومره يا جماعه بقى برضو مش فاكره، كان عندي 7 سنين كده، وقعت انا واخويا تمام، كنا بنتمرجح وكده والناس عماله تزقنا جامد، وكان راكبين معانا برضو اطفال زينا. خلاص الناس زقونا جامد تمام، فالمرجحة يا جماعة لفت لفوق وراحت نطرتنا على الأرض تمام. لكم أن تتخيلوا الطفلة الوحيدة اللي وقعت وقعة جامدة أنا، يعني ما بين كل العيال وحتى أخويا أنا أكتر واحدة وقعت وقعة جامدة. وقعت يا جماعة على الجزء ده اللي هو يعني ان هي المنطقة دي. خلاص يا جماعة والله العظيم لحد النهاردة انا بيجيلي زي وجع، معرفش هو ما حصلش كسر ولا حاجة، بس كان وجع شديد جدا لحد النهاردة، بحس بوجع هنا. في ايام يا جماعة اقسم بالله كان بجد موقف صعب قوي. كنت بفضل يعني نايمة باليومين والتلاتة، او افضل يعني مش بتحرك من على السرير، لان انا لو قمت المنطقة دي هتوجعني. كنت برضو يعني معظم الحوادث بتبقى عند تيتا تمام، فكنت برضو وانا صغيرة كنت انا وبنت خالتي واخويا واختها فوق السطح بنلعب بقى وكده، ورملة وطينة وعمالين بنعمل اكل وكده. خلاص السطح من فوق ببوص وحاجات زي كده وطوب تمام. في طوبة وقعت على دماغي، والله يا جماعة حصل معايا شوية حاجات فظيعة. دخت كده وطلعت اجري على ماما عشان تلحقني تمام. فانا جريت كده وماما جريت كده، هي جريت الناحية التانية، طلعت فوق على اساس بقى ان حد اتخبط، مش فاهمة ان انا، وانا ما قدرت عشان انا كنت مخبوطة في دماغي ودماغي جايبة دم، فمعرفتش اقول لها ان انا اللي مخبوطة لاني كنت مخضوضة اساسا. ما رجعت حطيت لي وقتها انا فاكرة بن، عشان معروف يعني لو ما عندكيش قطنة او حاجة تلحقي بيها الموقف على طول، بتحطي بن عشان يسد الجرح ده او الدم ده يقف. برضو والله يا جماعة في كتير، بس دي الحاجات اللي انا فاكراها اوي. انا في 6 ابتدائي اولى اعدادي حاجة شبه كده، كنا جايبين مسدس شمع لانه كانوا المدرسة بتاعتنا بيطلبوا منا مشاريع كتيرة تمام، وانا بعمل المشروع ده او كنت بعمل فكرة تقريبا شفتها على النت وكده. الشمع يا جماعة انا فاكرة كان هنا ولا كان هنا، نزل على صوابعي الاتنين دول تمام، كواهم والله يا جماعة. تجري برضو وجبت مية ساقعة وفضلت احط هنا، وبعد كده حطيت كينوكومب، وكان برضو جماعة الحرق بالنار او بالشمع او باي حاجة بيبقى وحش جدا بجد. افتكرت كمان يا جماعة، انا فاكرة في الكرسي ده كده كنت عاملة برضو طبق اندومي، وكنت ملخومة يعني في الموبايل وحاطة برضو الاندومي، بس الاندومي اتكب على رجلي بقى المرة دي خلاص. فبرضو طلعت اجري وكان اندومي سخن وفيه شطة وكانت حالتي حالة، طلعت اجري برضو، بس الحمد لله ما كانش زي المرة اللي فاتت يعني عشان رجلي وكده، فعادي بقى رحت غسلت رجلي وبتاع ولحقت الموقف. طبعا في كام موقف كمان افتكرتهم مش هحكيهم بقى عشان كفاية كده النهاردة حوادث أليمة، يعني أكيد كلنا معظمنا حصل لنا حاجات شبه كده، وكسر رجله واللي كسر دراعه، أكيد معظمنا كنا حصل لنا مواقف زي دي. فبس كده.